ده الشكل النهائي بتاعنا اهو، وشويه الصوص اللي بينزل منها اهو، شكلها حلو. بالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا فوجئت بجوزي، لقيته جايب لي البتاعة ديت. لما بحثت عنها لقيت اسمها شيكال. انا بصراحة اول مرة اعملها، فهجربها قدامكم، هنشوف هي بتتعمل ازاي وبتتنضف ازاي. يا ماما ده صاحية. ماشي، هنعملها قدامكم دلوقتي. انا جبت طريقتها، طريقة تنظيفها، لان فعلا اول مرة اعملها، وهي لقاها رخيصة قال لما اخدها اجربها. وهو عامة لما بتكون الحاجة شاكك فيها بيجيب لي منها كميات صغيرة، انما لو حاجة واثق فيها وعارف ان انا بعرف اعملها وبحبها بيجيب لي كمية. بس ديت علشان عارف ان انا معرفهاش وما اعرفش اعملها، جاب منها كيلو قال لي جربيه. ماشي، هو جاب ديت ومحمد عمال يلعب فيها اهوت اهو، عمال يلعب فيها اهو ومسكها. انا بصراحة انا كنت خايفة في الاول امسكها. ماشي، وجاب معاها دي كمان. دي هننضفها وهنعملها في صينيه، سرديلة صغيرة دي بتبقى جميلة في الصينية دي. هنضفها وهعملها في صينية. دي اللي اقدر اعملها واقدر اضمنها لكم ان هي بتبقى حلوة، انما ده بصراحة اول مرة اعملها. خد يا محمد. هما قالوا ان هي بتتنضف كده، بتشيل الدماغ كده كده كده، بتشيل الديل كمان كده، وكده خلاص كده اتنضفت. وفي اللي بيفتحها من الظهر من هنا. هجرب واحدة قدامكم برضك اللي من الظهر اهو. هي ما فيهاش حاجة في الظهر على فكرة. خلاص هنعملها بس كده كلها، اللي هي ايه، هنشيل الراس بتاعتها والديه اهو، وهنضفها كلها بالشكل ده كده اهوت. شكلها بعد ما اتنضفت اهي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص اهوت، هننقعها بقى بملح وليمون، عصرة ليمون كده هننقعها. انا ما شفتش بصراحة حد نقعها، بس انا عشان عندي شك في حكايه الزفاره ديت لازم انقع الحاجه دي. فانا هنقعها الاول بدخل الليمون عشان الزفاره بتاعتها، وبعدين هنغسلها كويس عشان الحاجات دي بتبقى فيها رمل. هنقعها بقى وهوريكم هنعملها ازاي، وشوف عملينها دي هتبقى حلوه ولا لا. اهو هحط بقى ايه التوابل بتاعتها. هنحط الطماطم والبصل والفلفل اهو. ماشي، شويه ملح، شويه كمون، شويه كزبره. خلاص كده بعد ما غسلناها ونضفناها ونقعناها وخلصنا كل حاجه كده اهو. حطينا الملح والفلفل والكمون والبصل والفلفل والطماطم. في قرن شطه اهو ممكن تغطيه بحاله كده بس. وهنسيبها بقى هي بتاخد 10 دقايق لحد ما لونها بيغير كده. شايفين اللون؟ هوريلكم اللون اهو. اللون اتغير كده 10 دقايق بقى اهو. شفت لونها بيتغير ازاي؟ هي ما بتاخدش حاجه 10 دقايق وخلاص كده بتبقى خلصت. بس ديت ايه زي سناكس كده جنب الاكل. ماشي كده خلصت اهي. انا مش عارفه انا هاكلها ولا لا بصراحه يعني. كده خلصناها اهي. وعلقت
على الصينيه بتاعتنا بتاعت السردله البلد اهي. خلاص كده. بعد كده اما تنشف شويه من على البوتاجاز هنروح حاطينها ايه في الفرن تاخد لون. وخلاص كده الاكله بتاعتنا خلصت وبالهنا والشفا. بصوا يا جماعه دي السردله بتاعتنا اهي بعد ما نضفناها وغسلناها كويس قوي اهو. دي هنعملها في صينيه ماشي. ادي هي خليناها زي الفل وقلبها بقى زي الفل اهوت. السردله البلد دي بتبقى طعمها تحفه جميله اهي. قلبها زي الفل اهو. ده شكلها بعد ما خلصناها ونضفناها. هنعمل لها ايه تتبيله بقى بايه تتبيله بسيطه بحيث ان احنا ايه ما نضيعش طعمها. هنحط ايه نحط طماطم وبصلايه. ممكن نحط نص البصلايه دي وطماطمتين اتنين وقرنين فلفل وشطه حسب الرغبه. عايزين شطه حطوا شطه. هنخرط الحاجات ديت ماشي. وهنحط عليها ملح وكزبره وكمون. ده لازم وفصين توم علشان نعمل الصينيه دي. بعد ما هنخلص تقطيع الحاجه ديت هنتبل السردله فيها وهنسيبها ايه ربع ساعه في التتبيله. وبعد كده هنعلق عليها بشويه وترش على وشها شويه زيت هتبقى جميله. انا دلوقتي هقطع الحاجه وهوريكم ايه احنا هنعملها ازاي. بصوا انا حطيت اهوت البصل قطعته شرايح. الطماطم شرايح. التوم نفس النظام اهو زي ما انتوا شايفين. وحطيت الملح والكمون والفلفل والكزبره اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين هنقلبهم في بعض كده اهو. بعد كده هنشيل ايه نص الخلطه ديت على جنب. وهنفرد الباقي ايه في الصينيه كده ماشي. بعد كده هنجيب ايه السردله بتاعتنا البلد اللي احنا جايبينها وهنرصها بقى في الصينيه كده. ترصها جنب بعض كده. تنيكي ترص فيها بقى لحد ما ترصصيها كلها كده ايه جنب بعضها. رصيناها في الصينيه اهي زي ما انتوا شايفين ماشي. خلاص كده. ده هنحط بقيه الخلطه بتاعتنا على الوش كده اهو. لو عندك بقى ايه عود كزبره او عود كرفس او عود بقدونس هنخرطه بردك معاهم على الوش ماشي. احنا كده خلصنا الصينيه بتاعتنا كده. هنسيبها في التتبيله ديت ربع ساعه. قبل ما تحط بقى التتبيله ديت هنروح حاطين شويه زيت كده بس كده.